بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النهاردة بإذن الله عايزين نتكلم في موضوع أنا حاسة إن هو ظاهرة منتشرة جدا اليومين دول أو الفترة اللي فاتت دي كلها. حاسة بفتور، ناس كتير قوي عندها فتور، ناس كتير جدا بتشتكي، ناس كتير جدا عندها قلة رضا، في ناس كتير قوي عندها حاجة كده بتبص قوي على النقص اللي عندها، بتبص قوي على الحاجة اللي عند غيرها ومش عندها، ما بتبصش على النعم اللي عندها، وده جحود، ده في حد ذاته جحود نعمة ربنا سبحانه وتعالى. ما بيحمدوش ربنا، بيبصوا على النعم اللي ربنا رزقها لغيرهم وما اداها لهمش. يعني مثلا لو واحد ربنا سبحانه وتعالى رزقه بالصحة ورزقه بالأولاد والذرية الصالحة، ممكن يبص على حد تاني غيره وعنده فلوس كتير وربنا رزقه وفتح عليه وموسع عليه يعني في الرزق، ما بيبصش على النعمة اللي ربنا اداهاله، ما بيبصش على نعمة الصحة، ما بيبصش على نعمة الزوجة الصالحة، ما بيبصش على نعمة الذرية رزقه بالبنين والبنات. طب فين نعمة الحمد؟ فين الحمد؟ فين الحمد على النعم اللي عندك؟ طب ما هو ممكن يكون الراجل اللي عنده مال وعنده فلوس كتير ده بيبص على أولادك، بيبص برضو على النقص اللي عنده فيك. ربنا سبحانه وتعالى لما قسم الأرزاق قسمها متساوية. مفيش حد عنده مثلا واخد واحد واخد 10 من 10 والتاني واخد 8 من 10، لا، سبحان الله. ربنا العدل وزع الأرزاق كلها متساوية، يعني ادى لده 10 من 10 وادى للشخص التاني ده 10 من 10 والشخص التالت 10 من 10، ولكن في تفاوت في الأرزاق. ممكن يكون رزق ده مال كتير ونعم كتير جدا لا تعد، ومن ناحية الفلوس وبسط الرزق وتجارة وحاجات كتير قوي، بس ما ادهوش مثلا نعمة الأولاد، أو ما ادهوش نعمة الزوجة الصالحة، أو ما ادهوش نعمة الصحة. تمام. ادى الشخص التاني ده نعمة المال، نعمة الأولاد ونعمة الزوجة الصالحة ونعمة الصحة. الشخص التالت اداله نعمة المال واداله نعمة الأولاد، ولكن ربنا سبحانه وتعالى آم، آم، يمكن أكرمه بأنه تكون صحته على قده. يعني ممكن فده خلانا ان في تفاوت الارزاق ما بين الناس. دي حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تفاوت الارزاق، ان كل واحد ما يبصش على نفسه، او ما يبصش نفسه ان هو بني ادم كامل، وان فقد نعمة زي ما قال الشيخ شعراوي فقد النعمة هو الملفت للنعمة، وان من رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى ان هو يخلينا في عندنا نعم مفقودة علشان ما ننساش فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا، فبالتالي نفتكره دايما ونحتاج له دايما. ليه بقول ان ربنا سبحانه وتعالى اكرمه بان صحته تبقى على قده؟ لان الله وحده اعلم بنعمة الصحة دي كان ممكن يعمل بيها ايه. كان ممكن يتقوى بيها على الضعيف، كان ممكن ياكل حق ناس ضعاف، كان ممكن يمشي بيها، يعمل بيها حاجات تغضب ربنا سبحانه وتعالى. فعشان كده انا بقول ربنا اكرمه بان صحته على قده، لان ربنا عارف ان هو لو اداه صحة ممكن الشخص ده يستخدمها في طريق غلط. حالة الجحود المنتشرة اليومين دول وحالة الفتور وحالة قلة الرضا دي سببها ان الشيطان بيخلينا نبص على النقص اللي عندنا، ما يبصش على الحاجة الكاملة اللي عندنا، ما نبصش على الحاجة اللي نقدر نحمد ربنا عليها. هي دي لعبة الشيطان، ان هو يلعب في دماغك، يقولك ده ربنا مدي لده الصحة وانا ادفع
كل فلوسي واخد الصحة دي، وتبقى عندي الصحة، واعيش يومين كده سلام كده حلوين، يعني اعيش باقي عمري كده سليم وصحتي تمام، ومش اروح كل يوم مثلا كل اسبوع اغسل كلى او اخد جلسة كيماوي او لا قدر الله. ربنا يا رب يبعد عننا كل الاسقام وكل الامراض. عايزين نرجع نستغفر ربنا سبحانه وتعالى. نستغفر ربنا على ايه؟ ممكن انت تكون حاسس ان انت مش عندك ذنوب تستغفر ربنا عليها، بس انا عايزه اقولك ان في حاجات كتيره قوي نستغفر ربنا عليها، زي ان نتوب لربنا سبحانه وتعالى ونستغفره عشان قله حمدنا ليه. يعني انا اقول له استغفر الله، استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. يا رب لان انا مش بحمدك حق الحمد، مش بحمدك على كل نعمك، ده احنا في زحام من النعم، ده احنا في زحام من النعم. فكر كده، فكر كويس قوي وبص كده لنفسك، وبص على ايه اللي الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لك من غير مقابل. عندك صحة وعندك أولاد وعندك. ممكن يكون مش عندك فلوس، ممكن يكون عندك الفلوس بس مش عندك الصحة، آه، بس برضو ربنا مديك حاجات كتير جدا 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 لا حصر لها. المفروض اننا نحمد ربنا عليها. قلة حمدنا لربنا سبحانه وتعالى على النعم دي يستحق الاستغفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق سيد الخلق أجمعين كان بيستغفر ربنا سبحانه وتعالى في اليوم والليلة أكتر من 70 مرة. اوعى اوعى تغلط الغلط ده وتقع في الفخ اللي الشيطان نصبه لنا. اوعى تقع في فخ اننا آه، نجحد النعمة وإننا ما نستغفرش ربنا سبحانه وتعالى وما نحمدوش على النعم الكتير جدا 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 التي لا حصر لها اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا. يا جماعة من ضياع البركة ان انت ما تحسش بفضل ربنا سبحانه وتعالى عليك، من ضياع البركة ان انت ما تحسش بنعم ربنا سبحانه وتعالى وتحمده عليها، ومن البركة انك تحس وتعرف وتشكر ربنا سبحانه وتعالى على كل رزق اداهولك. ربنا سبحانه وتعالى فضلنا على غيرنا كتير. اوعى تفتكر ان انت ناقص او ان انت اقل من غيرك، انت زيك زي غيرك، عندك نعم زيك زي غيرك، بس بص عليها وشوفها وركز على النعم اللي عندك، واوعى تحسد غيرك على نعمة ربنا ما ادهالكش واداها لغيرك. اوعى لو انت بصيت على نعمة غيرك وقلت ما شاء الله لا قوة الا بالله من غير حسد، اللهم اني اسألك من فضلك ربنا سبحانه وتعالى، وترضى بالنعمة اللي عند غيرك وتفرح بيها، ربنا يبعت لك النعمة دي لغاية عندك. الشيخ الشعراوي الله يرحمه رحمة واسعة قال ايه؟ لو عاوز الدنيا كلها تجيلك لغاية عندك افرح بالنعمة عند غيرك علشان تجيلك. ربنا وقتها هيعرف، هيبص عليك ويعرف ويقول ان انت راضي، فربنا يرضيك زيادة. لازم تفرح بالنعمة عند غيرك. كل سنة وانتم طيبين. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا، اتمنى ان انتوا تنشروا الفيديو. وكل سنة وانتم طيبين، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.